مرحبا بكم من جديد في قناة ما لا تعرفونه عنه. بوقوع هجمات 5 من يونيو عام 1967 أنصت الجمهور العربي وبالتحديد المصري إلى الأنباء التي تعكس ما يجري على أرض سيناء، وبمرور الوقت كان الشارع يكتسب ثقة وترتفع الروح المعنوية جراء ما يسمعونه من أخبار مفرحة تأتي من جبهة الحرب، إلى أن فوجئ الجميع بتنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعدها بأيام. تأثير ما وقع في تلك الفترة لم يقتصر على المصريين فحسب، بل على الشارع العربي بشكل كامل. كان من بين من تأثروا الفنان الفلسطيني غسان مطر الذي عمل في تلك الفترة مسؤولا بالتلفزيون اللبناني. وحكى الفنان غسان مطر في أحد البرامج التلفزيونية قائلا: أنا اطردت من وظيفتي في التلفزيون اللبناني بسبب عبد الحليم حافظ، وكان سبب ذلك أنه في يونيو 67 كان الفنان عبد الحليم حافظ موقعا على حفلتين ينقلهما التلفزيون اللبناني في 13 من نفس الشهر، والمسؤول عن البث الخارجي لتلك الفعاليات هو غسان مطر. ومع اشتعال الوضع في سيناء واطمئنان الجميع للأوضاع جراء الأنباء التي يسمعونها، كان غسان جالسا بجوار الراديو بصحبة نجله جيفارا ومعه العندليب الأسمر ومحمد الموجي وقت أن أعلن عبد الناصر تنحيه، ليتوتر الوضع فيما يخص إجراءات الحفل الذي كان مزمعا إقامته بعدها بيومين. من هنا يروي غسان قائلا: التلفزيون اللبناني كان عنده إعلانات بمئات الآلاف. طبعا حليم قعد مع نفسه حزين اليومين 3 دول، بيقول لنفسه أنا هغني فوق الشوق مشاني زماني، وهغني صفيني مرة، والوضع عامل كده في البلد. وقتها بدأت العمليات الفدائية في منطقة القناة وسيناء وفي جنوب لبنان والحدود السورية، وهو ما دفع غسان بأن يقترح على العندليب فكرة غنائه للفدائيين، حيث قال: قلت له اعمل أغنية عن الفدائيين، وكنت بكتب فيلم الفلسطيني الثائر ساعتها. على الفور تواصل حليم مع السفارة المصرية في بيروت وطالبهم بالتواصل مع الشاعر محمد حمزة أو الشاعر عبد الرحمن الأبنودي لكتابة أغنية عن الفدائي، حيث أسرع الأول في إنهائها ومن ثم إرسالها للسفارة في بيروت، قبل أن يتولى الموجي تلحينها في ظرف نصف ساعة فقط. يقول غسان عن تلك اللحظات: حليم قال للموسيقار أحمد فؤاد حسن تعال من قبرص ومنها لبيروت ومعاك الفرقة الماسية، وعملوا بروفات سرية ولم يخبروا عنها أحد إلا أنا كنت عارف باللي بيحصل. احتشد الجمهور وقت الحفلة البالغ عددهم 20,000 منتظرين عبد الحليم حافظ، حينها قدمه غسان مطر. وحين صعد العندليب على المسرح بدأ يتحدث عن أن مصر ستبقى دائما وأبدا رائدة الأمة العربية. غنى حليم آنذاك أغنية فدائي واتبعها بصور يا زمان وبالأحضان وجمال يا حبيب الملايين. حينها فوجئ غسان بتلقيه اتصالا من جنرال عسكري طالبا منه أن يقطع الإرسال وينهي الحفل، وهو ما رفضه غسان مطر. ومع إلحاح الجنرال اضطر غسان إلى إغلاق الهاتف في وجهه. في اليوم التالي استدعى مسؤول في التلفزيون غسان قائلا له إن الأغاني التي رددها حليم تسببت في فوضى بالشارع جراء تعدي اليمين المتطرف على السيارات العائدة من الحفل. وهنا يروي غسان قائلا: يومها أخذت حليم في عربيتي ونزلت من طريق الشويفات، ولو كانوا الناس شافونا كانوا قطعونا في الشوارع. وتم بعد ذلك فصل غسان مطر من وظيفته في التلفزيون اللبناني، واتجه بعد ذلك للتركيز في التمثيل. ربما تستغرب أيضا إن علمت أن الفنان غسان مطر كان أول من شكل ميليشيا مسلحة للمقاومة في لبنان، فحياة هذا الفنان كانت غريبة بدرجة كبيرة. فقد ولد غسان في 8 من ديسمبر عام 1938 في منطقة المنشية في يافا، وله 14 أخ وأخت. اسمه الحقيقي عرفات داود حسن المطري، فلسطيني الجنسية. تم تهجيره ضمن العائلات الفلسطينية التي هجرت من فلسطين عام 1948، وعاش طفولته في مخيم البداوي شمال لبنان، ثم استقر في مدينة طرابلس. لم يكن يرغب في التمثيل، وكان يتمنى أن يكون ضابطا في جيش التحرير الفلسطيني، لكن ذلك لم يحدث لأن السجل العدلي الخاص به كان مكتوبا فيه أنه متهم بالتحريض. قال أن هذه التهمة لحقت به عندما كان في 16 من عمره، فقد قرأ خطاب جمال عبد الناصر في الجريدة أثناء العدوان الثلاثي لشخص أمي يدعى حسين الصفوري، كان يبلغ 30 عاما، وكان الخطاب يدعو كل مواطن عربي لتفجير المصالح الإسرائيلية. فقام بعدها الصفوري بتفجير أنابيب البترول في مدينة طرابلس تأثرا بخطاب عبد الناصر. وعندما قبض عليه اعترف الصفوري على المراهق غسان مطر بأنه هو الذي حرضه. عندها تدخلت السفارة المصرية وحكم عليه ب3 شهور مع وقف التنفيذ لأنه قاصر. بعد الخلاف الذي حدث بين الرئيس اللبناني كميل شمعون وبين جمال عبد الناصر، خطب جمال عبد الناصر أن على كل شاب عربي مقاومة هذا الاستعماري،
فذهب غسان مع عدد من أصدقائه إلى سوريا، وجاءوا بشحنة سلاح محملة على 21 بغل ومعدات بث إذاعية محلية، وأسسوا إذاعة. أثناء تأسيسه هذه الإذاعة تعرف على نايف حواتمة مؤسس الجبهة الشعبية فيما بعد، ثم اشتهرا معا، وبدأت البيانات التي يكتبها حواتمة في الانتشار. وافق رشيد إكرامي رئيس وزراء لبنان فيما بعد على برنامج لغسان مطر في الإذاعة اللبنانية باسم ركن فلسطين. عمل فيما بعد مذيعا في التلفزيون اللبناني. اختار لنفسه اسم غسان مطر كنوع من التمويه، لأنه كان يعمل ضمن المقاومة الفلسطينية، فلا يوضح الاسم هوية الشخص أو ديانته. ومن المفارقات أنه لم يخبر زوجته الأولى باسمه الحقيقي إلا قبل زواجه بيوم واحد فقط. شارك في بدء الأمر في أفلام تعبر عن النضال الفلسطيني، وقدم في بدايته أفلام بعنوان كلنا فدائيون والفلسطيني الثائر عام 1969 الذي كان من إنتاجه وتأليفه. أدت ملامحه القوية وصوته الأجش إلى حصره في أدوار الشر التي تميز بها تميزا كبيرا. قدم دور عبد الله أخو الشيماء أخت الرسول في فيلم الشيماء عام 1972، لكنه فوجئ فيما بعد باختياره في أدوار الشر. قال أنه اتجه إلى أدوار الشر بعد أن طلب منه المخرج نيازي مصطفى أداء دور شر في فيلم المتعة والعذاب، وتبعه في ذلك الطلب المخرج عاطف سالم في فيلم السلم الخلفي. قال إنه لا يغضب عندما يراه الجمهور شريرا أو يحصره المخرجون في أدوار الشر، لأن طبيعة شخصيته عكس ذلك تماما. زاع صيته في أفلام الألفينات، وقدم أدوارا مساندة لعدد كبير من النجوم الشباب. من أشهر أدواره على الإطلاق دوره كضيف شرف في فيلم لا تراجع ولا استسلام مع الفنان أحمد مكي عام 2010، والذي قدم فيها شخصيته الحقيقية، وقال واحدة من أشهر العبارات في السينما المصرية: اعمل الصح. تولى منصب نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، وكان عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير والأمين العام لاتحاد الفنانين الفلسطينيين. قدم ما يقرب من 100 عمل فني ما بين مصر ولبنان، وكان آخر ظهور له عام 2014 في مسلسل إمبراطورية مين من بطولة هند صبري، والذي ظهر فيه كضيف شرف. يعتبر ياسر عرفات الأب الروحي له، وقال أنه كلفه بإنشاء أول ميليشيا عسكرية في لبنان عام 1967، وكان حلقة الوصل بينه وبين القاهرة قبل مباحثات كامب ديفيد، حيث كلفه الرئيس السادات بإبلاغ عرفات شفهيا باجتماع المينا هاوس الشهير، وهو ما قام به بالفعل. عام 1982 تسبب الاجتياح الإسرائيلي لبيروت في دخوله مصر هاربا ومتنكرا في ملابس راهب مسيحي، حيث كان من عدة أشخاص مطلوب القضاء عليهم. فقد أسرته المكونة من أمه وزوجته وابنه جيفارا، ونجت 3 بنات له، وكان ذلك في حرب المخيمات الفلسطينية في لبنان عام 1985. تلقى نبأ مقتل عائلته من إذاعة مونت كارلو أثناء استعداده لتصوير دوره في مسلسل محمد يا رسول الله، وكان وقتها يحلق ذقنه، مؤكدا أن ذلك حدث انتقاما منه كمواطن فلسطيني. وقال أنه عندما سمع خبر اغتيال أسرته أكمل حلاقته. أبلغه بعد ذلك صهره أن بناته ال3 لازلن على قيد الحياة، وأنهن موجودات عند نبيه بري رئيس مجلس النواب فيما بعد. ثم تم إرسالهن إلى السفارة المصرية التي أخذت البنات، وتم تسفيرهن على أول طائرة إلى القاهرة. قال إنه كان مستهدفا من نظام الرئيس السوري السابق حافظ الأسد بسبب خلافات الأخير مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكان غسان يعمل حينها كمعلق سياسي وينتقد النظام السوري. منحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسام الاستحقاق والتميز في ديسمبر عام 2013 تقديرا لتاريخه النضالي وعمله الفني الذي واكب مسيرة الثورة الفلسطينية منذ انطلاقها وفقا للبيان. تدهورت حالة الفنان غسان مطر الصحية، وذكرت تقارير إعلامية أنه مريض بالسرطان، بينما قالت زوجته أنه مريض بأزمة قلبية. وفي 17 من فبراير عام 2015 أعلنت سفارة فلسطين خبر وفاته، ونعته في بيان ليسدل الستار على حياة مليئة بالأحداث والمخاطر. لا تنسى أن تشترك في قناة ما لا تعرفونه عنه، وتفعل زر الجرس، وأن تضع لايك إن كان الفيديو قد أعجبك. شكرا لحسن متابعتك.